اساسي مع جميع الاطفال والشباب والكبار، لان الرياضه مطلوبه لجميع الاعمار. مش شرط ان انا يبقى عندي طفل ان انا العب رياضه، لا، ممكن ابقى كبير والعب رياضه، ممكن ابقى صغير والعب رياضه، لو حتى عندي 70 سنه ممكن العب رياضه، ماشي. وانا بنصح جميع بالرياضه للجميع، وبنصح جميع اولياء الامور وجميع الشباب ان هم يمارسوا الرياضه. واي ولي امر عنده ابن متميز او عنده موهبه في اي حاجه لازم دايما يعني ينميها فيه. مش مجرد ان انا عندي موهبه ما اسيبه اركنها، لا، لازم يكون عنده قدره ان هو يخلي ابنه ده احسن حاجه، ينمي الموهبه بتاعت طفله وابنه، لان الرياضه جميله جدا، بتفيد في الجسم، بتفيد في التفوق الرياضي، التفوق العام، بتفيد كبني ادم، بتخليه يبعد عن اي حاجه ضاره، بتنظفه بتنقيه. معلش بدل ما انا حاجات كتير يعني معلش بدل ما انا امشي مع اصحاب السوق، لا، انا امشي مع اصحاب رياضيين كويسين، واقدر ان انا افيد مجتمعي بدل ما افيده بان انا انصب، اسرق، اعمل اي حاجه. لا، انا افيده بتفوق رياضي، ان انا العبه لعبه رياضيه، مش شرط كاراتيه بس، اي رياضه. المهم اي حاجه يحبها، المهم ان هو يستفاد ويفيد غيره، لان الرياضه ديت هدف وحاجه احنا بنتعلمها. الرسول عليه الصلاه والسلام نصحنا بالرياضه، علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل. يعني الرياضه دي من زمان، مش من ايامنا، من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل كده. فلازم انصح كل ولي امر وكل شاب وكل فتاه وكل طفل وكل بنت ان هم يتعلموا الرياضه، لان الرياضه دي حاجه جميله جدا وكويسه. الوقت جاء الوقت ان احنا نكرمه. الاستاذ امان معانا، تحب تقولي ايه يا استاذ امان؟ انا فرحانه النهارده باليوم العظيم ده، واولادنا البراعم الجمال اللي من كل مكان في مصر، وحاجه مشرفه لمصر في امان مصر، وان شاء الله من جديد وتقدم مصر معروفه، يبقى في صلاح، في الخطيب، في حسن شحاته، في كل شيء، في الكاراتيه، في كل شيء. احنا اسمنا سابق في كل مكان في العالم. الأستاذة إيمان طبعا هي ماسكة مديرة العلاقات العامة في المؤسسة. الأستاذ مجدي مدير مكتب المؤسسة، تقول إيه النهارده وحضرتك في فعاليات تشهد لها الوطن العربي؟ والله حاجة عظيمة جدا بالنسبة لفكرة التدريب الداخلية. الداخلية دايما بتعطي المزيد من الأبطال، وهم في منتخب مصر بالكامل. وعندنا كابتن بسام شرف لبنقاس، نورنا يا كابتن، وعامل تدريب قوي، وبدي نماذج ومقدم نماذج قوية جدا. ونشكره على وجوده معنا النهارده، مؤسسة النيل العالمية اعداد القاده. ربنا يبارك فيكم ويبارك لك، وكن قويا، والحياه لا تقبل الضعفاء. والوقت جاي التكريم، ومن خلف الكاميرا كان معانا احمد السيد الامين العام للمؤسسه. طبعا هو بيصور ومشغول، بس بنقول احنا من خلال المؤسسه بنقول ان النجاح مع النجاح في كل مكان. استاذ مجدي الوقت هيقدم له حاجه بسيطه من المؤسسه. يا رب وشرف ليا يا رب. شرف ليا. حضرتك طيبه، وانا سعيد والله بوجودي مع حضراتكم، وشرفتونا في بطوله الدقهليه، وان شاء الله ما تكونش اخر مره، وتكونوا متواجدين معانا على طول في كل وقت ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا